السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح الماتش لاينز والفيو ريفرنس في الريفت بشكل عملي وبأسلوب سهل إن شاء الله زي ما بنستخدمه فعلا في الشغل والبيم. أولا الماتش لاينز في الريفت إيه هي؟ الماتش لاين ده خط مرجعي بنستخدمه لما نقسم المسقط أو البلان لأكتر من فيو بسبب كبر المساحة بتاعة الفيو. الخط ده بيقول اللي بيقرا اللوحات المسقط مكمل في لوحة أو فيو تاني. طيب يعني أنا دلوقتي مثلا عندي الفيو أو البلان الكبير ده، فأنا قسمته على 4 أجزاء وحطيت على هيئة سكوب بوكسز. كل واحد بقى سكوب بوكس واحد، سكوب بوكس اتنين، سكوب بوكس تلاتة، سكوب بوكس أربعة. وبعدين حطيت كل سكوب بوكس في شيت في ال4 شيتات دول مثلا. فأنا بعد ما عملت كده عاوز أوضح أقول إن ده بارت. يعني أنا فتحت أول واحد كده قلت ده بارت، آه، مثلا إن ده بارت وفي بارت تاني مكمل جنبه. فأحط ماتش لاين هنا وأكتب بالفيو ريفرنس رقم الشيت اللي هنا. فإزاي أظهر الموضوع ده وأقول له روح للوحة الفلانية فيها بقية الجزء ده من الناحية دي، وكذلك من تحت برضو. إزاي بوضح الموضوع ده؟ فأنا هخش جوه الفيو، فيو تاب، وبعد كده هلاقي في الخانة بتاعة الشيت ديت هتلاقي في حاجة اسمها ايه ماتش لاين. فهعمل ماتش لاين. وبعدين كده هلاقي في درونج تولز في انك ترسم خط او تعمل بيك لاينز. فهعمل اللاين بعدين اقول له صح، فلاقي الخط بتاعي اتعمل. اقول له، هو بيقول لي الخط ده توب unlimited ولا في من ليفل معين لليفل معين في التوب والبوتوم. فأنا ممكن أحدد الليفل اللي في التوب والبوتوم. وأعمل كمان ماتش لاين كمان من هنا لهنا مثلا. أقول له صح، تمام. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ عاوز بقى أحط الفيو ريفرنس. أنا ال السكوب بوكس ده محطوط في الشيت اللي هو رقم 512 مثلا. فأنا ازاي أعمل بقى؟ أقول له حط هنا الريفرنس إن اللي مكمل هنا في الجزء ده موجود في الشيت بتاع 512، والديتيل نمبر بتاع الفيو ده ايه برضو. فلاقي في هنا الفيو ريفرنس، لو ضغطت عليها بعدين هلاقي في فيو تايب ريليتد فيو او all او كده. فانا هختار الفيو وبعدين اقول له تارجت فيو ايه. هقول له اللي هو موجود في الشيت اللي هو dependent 2 في الشيت اللي هو الديتيل نمبر بتاعه واحد موجود في شيت 512. فاضغط عليه. بعد كده احط الريفرنس بتاعي هنا. ممكن اعمل له روتيت، اعمل عليه سيلكت واعمل له روتيت. طيب اللي تحت ده ده موجود فين؟ اللي هو سكوب بوكس 3 موجود مثلا في 513. فاروح رايح على الفيو ريفرنس واقول له اعمل لي ريفرنس ل500 اللي هو ديبندنت 3 اللي موجود الديتيل نمبر بتاعه واحد اللي موجود في الشيت 513. وبعدين احط الريفرنس بتاعي هنا. ممكن اعمل ده روتيت 90 درجة. فلاقي هنا وانا ماسك اللي هو 511 اللي هو فيه سكوب بوكس واحد اللي هو ديبندنت واحد، موجود هنا الماتش لاين وموجود الريفرنس بتاعي عشان اللي بيقرا اللوحة يعرف اللي مكمل في اليمين هنا ده في انهي شيت والديتيل نمبر بتاعه رقم كام وكده. وكذلك اللي مكمل تحت
موجود في انهي شيت والديتيل نمبر بتاعه رقم كام. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.